تنطلق مواجهات دور 16 من دوري أبطال أوروبا بمباريات قوية بين كبار الأندية الأوروبية. في هذا الفيديو سنتعرف على مواعيد جميع مباريات هذا الدور والتوقيت الكامل لكل مواجهة. قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم جديد قناتنا. ولنبدأ. في المباراة الأولى يستضيف نادي نيوكاسل الإنجليزي نادي برشلونة الإسباني، وذلك على أرضية ملعب سان جيمس بارك على الساعة 8 بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء 10 مارس 2026. في المباراة الثانية يستضيف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك على أرضية ملعب رياضير متروبوليتانو على الساعة 8 بتوقيت غرينتش، وذلك يوم الثلاثاء 10 مارس 2026. أما المباراة الثالثة فيستقبل فيها نادي أتلانتا الإيطالي نادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك على أرضية ملعب نيو بالانس أرينا على الساعة 8 بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء 10 مارس 2026. وفي المباراة الرابعة يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نادي غالاتاساراي التركي، وذلك على أرضية ملعب رامس بارك ستاديوم على الساعة 5:45 بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء 10 مارس 2026. وفي المباراة الخامسة يستضيف نادي بايرن ليفركوزن الألماني نادي أرسنال الإنجليزي، وذلك على أرضية ملعب باي أرينا على الساعة 5:45 من يوم الأربعاء 11 مارس 2026. في المباراة السادسة يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني ضيفه المعتاد مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك على أرضية ملعب البرنابيو على الساعة 8 بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء 11 مارس 2026. وتبث هذه المباراة على قناة بي إن سبور 2. أما المباراة السابعة فيستضيف فيها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك على أرضية ملعب بارك دي برانس على الساعة 8 بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء 11 مارس 2026. وتبث هذه المباراة على قناة بي إن سبور 1. أما المباراة الأخيرة فيستضيف فيها نادي بودو غليمت النرويجي نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وذلك على أرضية ملعب أسب ميرا ستاديوم على الساعة 8 بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء 11 مارس 2026. كان هذا كل ما لدينا في فيديو اليوم، نلقاكم في فيديو جديد بإذن الله.